السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده وبالف خير. المهم اليوم جبت لكم صبريمه ديال الحنه صحاويه 100% وزينه، يعني كتبيض البشره. كتجي في 3 ايام، ديك فتره الدوره الشهريه، 3 ايام ديال الدوره الشهريه، او على حسب كل وحده الا قدرت تعملها اسبوع. المهم كتجي هي قبل ماسكات ديال الصابونيه. اخترت نبدا بها هي الاولى، من بعد نعود نحط لكم وصفات ديال يعني صابونيه. المهم عندنا هون، نقول لكم المكونات الوصفه. عندنا هون الحنه، كتشوفوا عندنا هون الحنه، وعندنا هون الخلامه، وعندنا هنا الخرقوم، يعني كل حاجة منها. الخرقوم ملعقة، الحنة 3 معالق، الخزامة ملعقة أو 2 أو 2 سمحولي. وعندنا هون الحمص والفول، يعني ملعقة. هون الورقة، كتشوفوا الورقة يعني الشاي، أتاي يمكن تقولوا انتم الشاي. كيف كتشوفوا الورقة نقولوا لها احنا هون في المناطق الجنوبية الورقة، يعني الشاي. المهم عندنا هاي مكونات، وعندنا هذا كالفاسي كيجي في التالي. من بعد ما نخلط هاجي كندير كالفاسي، وكندير هذا اكسجين، وكندير الحامض، ولكن انا حاليا ما هو متوفر عندي، يعني ما درتو. المهم كنجد هاد المكونات كامل اللي ذكرت لكم، نخلطها بماء حامي، ماء سخون. كتشوفوا بسم الله. نخلطوا هذه الورقه مزيان والخزامه. انا خلطت كل شيء في خاطر باش نوضح لكم الخلطه. اما انا شخصيا كنخلط هذه المكونات، الورقه والخزامه وحدهم هي الاولى، حتى يطلصوا مزيان، يطلصوا في هذاك الماء مزيان. ومن بعد نعود نخلط معاهم الخرقوم والحمص والفول اللي ذكرت لكم، ونخلط معاهم هذه الحنة. يعني كيف كتشوفوا زوينة هذه الوصفة عن تجربة، يعني هي وصفتي الوحيدة ديال الحنة اللي كندير معها الحامض. يعني كتشوفوا نخاف شوية الماء، كنزيد الماء. يعني من بعد كيف قلت لكم في التالي من نخلط هذه المكونات جيدا، نعود نضيف عليهم من نخلط من بعد. المهم من نخلط هذه المكونات جيدا، نعود من بعد نضيف عليهم معكر الفاسي، ونضيف عليهم اكسجين والحامض اذا كان متوفر. ونبي لكم البنات، نتمنى نكون فدتكم بهذه الخلطه او الصبريمه، على شكل صبريمه ديال الحنه. وهذا نتمنى تدعموني بلايكي وبابوني، بارطاجي الفيديو باش يستافد منه بزاف الناس. وشكرا، مرحبا وسهلا.